والله وعرفت تلبسني العمة يا راجل يا كوير. انت سونيا اخرس لختك على حنطور عينك. أحمد أبو العينين الزايغة، سمير صبري، ده اسم الثلاثي كده. الحقيقة عينه زاغة وبتاع ستات، متجوز من كاميليا الحناوي ماجدة الخطيب، وهي بتحب جوزها وبتغير عليه جدا، فاستعانت بالحتة شوقية وزاد حمدي لفتح الكوتشينة والمندل وتحضير الأرواح، إلى أن ظبطته متلبس مع سكرتيرته وهو بيقبلها فطلبت الطلاق وأصرت عليه. لجأ أحمد لصديقه الممثل المغمور حمادة الوحش سمير غانم، فقرر أحمد الكذب على زوجته والادعاء بأنه بوليس سري رقم 13 بشرطة، ويحمل الكارنيه المزور باسم الرائد مالك الحزين، وإنه كان بيوقع زعيمة العصابة اللي كان بيبوسها لزوم الشغل، لكن حضورها أفسدت عليه الخطة. عرفه صديقه الوحش على المغنية سونيا شكار، ولكن أحمد فقد الكارنيه المزور اللي عثر عليه أحد المخبرين بالكباريه. كانت سونيا شريكة في عصابة لتزييف العملة بقيادة شريكها شوقي السلخنجي أبو بكر عزت، اللي سرق أكلاشيه طبق النقود من مطبعة الحكومة. ذهب النقيب عبد الحليم جمال إسماعيل لمنزل أحمد للتحري عن الكارنيه المزور، وقابل كاميليا افتكرته رئيس أحمد في العمل، فأخبرته بوجوده في المأمورية المكلف بها، وتوجهت للأوبرج لتنبيه أحمد، وتعقبها النقيب عبد الحليم. أخذت سونيا مفاتيح عربية أحمد وإدته مفاتيح عربيتها، وحطت 20,000 جنيه مزيفة في عربية أحمد، وقامت بإبلاغ البوليس عن حقيبة الأموال المزيفة. افتكر شوقي إن الأكلاشيه في الحقيبة، لكنه لاحظ وجود النقيب عبد الحليم ووقف يراقب من بعيد. خرج أحمد واستقل سيارة سونيا، بينما خرجت كاميليا ووجدت سيارة أحمد فركبتها، وتركت حمادة الوحش الذي قبض عليه البوليس، وتبعها البوليس وقبض عليها، وعثر على حقيبة الأموال المزيفة. اكتشف البوليس حسن نية أحمد وزوجته كاميليا فأفرج عنهم، وطلب من أحمد المعونة لاسترداد الأكلاشيه المسروق والقبض على العصابة. وقام شوقي بخطف كاميليا واحتجازها في وقر العصابة. جاء أحمد لإنقاذ زوجته ونال قسطا من التعذيب بإغراقه في برميل خمرة، حتى حضر البوليس وقبض على العصابة، ولحق بسونيا في المطار قبل هروبها للخارج. بتشتغل ايه؟ لسه خريج وهتعين قريب. ايه ده، خريج معهد التمثيل؟ لا، كلية الفنون. امال مش عارف ترسم ليه؟ تتجوزني؟ هو انا طويل، يعني اعتبر اننا مخطوبين. حاجة زي كده. يخرب عقلك، ده انت محترف. ده انا لسه ما سخنتش. فيلم 13 كدبة وكدبة إنتاج 1977، من بطولة ماجدة الخطيب وسمير غانم وسمير صبري وشوقار وأبو بكر عزت وعماد حمدي ووداد حمدي. الفيلم من تأليف صبري عزت ومن إخراج أنور الشناوي.